قلت لي اسمك خرطوش؟ ايوه. دخلك قد ايه صار لك عم تشتغل بهالحمام حتى ما رقتك عيني ولا مره؟ مالي يومين 3 معلمتي. ايوه. ودخلك قديش عم يعطيك مع الماء؟ الحمد لله اللي فيه النصيب مستورة. يعني قصدي انه بكفوك ولا رح تنزلي على شغل براني؟ لا الحمد لله معلمتي، الحمد لله بكفوا واحد وحداني مثلي، الحمد لله. يعني معلك مجوز؟ كلا معلمتي، اللي حاطط عيني عليها مأنزعة وشايفة حالها وروحها براس مناخيرها. يو، ومنو هي بقى المأنزعة وشايفة حالها وروحها براس مناخيرها بلا صغرى؟ بعرفها أنا شيء؟ انت اللي بتعرفيها معلمتي، بتشتغل عندك بالحمام. ومين هي بلا صغرى؟ ابتهال. ابتهال الماشطة؟ هلا ابتهال الماشطة مأنزعة وشايفة حالها؟ غريبة والله، مو على حد علمي. يا معلمتي، يا معلمتي، الله يوفق الله يوفق، مشان الله تحكي لي معه، بركي بتوافق. انا ناوي اخطبها على سنة الله ورسوله، بس ما بعرف اذا بتوافق على واحد فقير ومعتر مثلي. تعا معي خرطوش، في جوز كلام بدنا نحكي سوا. تعا. حاضر معلمتي. عمرو شباب. حمدي على عيونك رد. ايوه اعطيني الغراض خلصني. يلا. هي ترى من حيث موضوع ابتهال يعني تكرم عينك عندي، حط ايديك ورجليك بمي باردة. انا رح احكي مع ابتهال وخليها توافق غصب عنها كمان. الله يخلي لي اياك يا معلمتي ويديمك فوق راسي الهي. ولك انا خرطوش بفردك. انا معلمتي لين الله بعث لي اياكي من السماء، انت الله بعث لي اياكي لين انا ميتي صافي خيرات الله. انت كمان الله بعث لي اياك من السماء، وما زال انا رح ساعدك بموضوع ابتهال. انت كمان لازم تساعدني بشغلها. امري معلمتي، انت ما بتحكي غير اوامر. اطلبي رقبتي راسي كلياتني، حطيني قدامك وقطعي على كيفك. بدي اياك تراقب لي معلمك ابو صخر، هالدعسه وين بيروح وين بيجي. بدي حركاته كلياتها برات الحمام بالتفصيل الممل، من طقطق للسلام عليكم. استبينا؟ استبينا هلا فهمت عليكي، يعني داسوس قاعلي. الظاهر معلمي ابو صخر عم يلعب بديله. شيء؟ لا قصدي يعني عم يتنطط، عم يروح هون او هون. لا هو بالحقيقة يعني اصطحياطا مو أكتر. شنو الحذر واجب مثل ما بتعرف. واجب معلمتي. خلص معلمتي، اعتبري من هالتكة كل تحركات المعلم صارت عندك أول بأول، يعني رح خبرك حركاته خطوة بخطوة، همسة بهمسة، رمشة برمشة، فاشة بفاشة. اسمعوني مليح يا جماعة، وصلت التعليمات بخصوص انتخاب مختار جديد لحارة الورد. اسمع يا ابو فهمي، انت رح تضل مختار لحتى تسلم المختار الجديد المخترع، واذا فزت بالانتخابات رح تسلم حالك المخترع. بتقول التعليمات على القليله بدنا مرشحين 2، واذا صاروا 5 لا يمنع. عجبتوا على المسخرة؟ سمعتوا لي هذا الحكي؟ على اساس كل شيء ظابط بالبلد وما صار في غير المخترة بدهم يظبطوها. لك يا ابو فهمي ليش ما عم تفهم علي؟ قلت لك هي قرارات جاي من فوق. اللي بده يصير مختار او بالبلديه او بالبرلمان بده يخضع لرأي الشعب. صندوق الاقتراع هو اللي بينزل وهو اللي بيطلع. ما عليك يا فهمي، ما عليك، اتركه يحكي لي بده اياه، وحياة عينك ما بيصير الا اللي احنا بدنا اياه. انت المختار وراح تبقى المختار طالما في انتخابات. ايه يا جماعه، بعد تسميه المرشحين وتقديمه للاوراق المطلوبه بيقدم المرشح طلب موقع من قبله وشهاده لا حكم عليه ورسم شمسي وشهاده حسن سلوك من المختار ابو فهمي. دخلك يا حضرة رئيس المخفر، بدي اسألك بكره مشان المخفر، رئيس المخفر بدهم يعملوا انتخاب كمان مثل المخترع؟ اسمع على الكلام اللي بيهز البدن يا ابو صخر. ابو فهمي بده يوصل البلداني. معقولة لك مختار صار له 30 سنة بيجي فرمان بيطيره هيك بدون كلمة شكرا؟ على قولة حمدي. المهم بعد تسمية المرشحين اللي هن 2 على الأقل بيجتمعوا رجال الحارة اللي سنهم فوق 18 سنة وبيدلوا بأصواتهم بصندوق الاقتراع اللي هو رئيس الشعب أولا وأخيرا، وكل مقترع بيتسجل اسمه بدفتر رسمي. عم تفهم علي؟ بناء
على تذكرة الهوية اللي عاملها. بقى اليوم يا أبو فهمي تتلاقى طلبات المرشحين عندك بالمضافة مشان نعمل انتخابات بموعدها المناسب. وانا كمان نفذت التعليمات من غير ما اسمعها منك. حطيت كل المعلومات على ورقه وحطيتها على باب المضافه، واللي بده يرشح حاله للمخترة ما بيلم مني اهلا وسهلا، ماني خايف من حدا. بارك الله فيك يا ابو فهمي، كل عمرك واعي وبتفهم. بس في شغله يا جماعه ما حكينا فيها، وين بدنا نجمع اهل الحاره مشان نساوي الانتخابات؟ إذا عملنا الانتخابات بالقهوة رح يكون في عجقة ورح يكون في كتير أولاد، وهي العجقة نحن بغني عنها. شو رأيكم نعمل الانتخابات هون بالحمام؟